المتحف القومي للحضارة المصرية، منارة الحضارات على أرض مصر، قلب مدينة الفسطاط بالقاهرة، وعلى مساحة 33.5 فدان. يقف المتحف القومي للحضارة المصرية شامخا ليحكي قصة آلاف السنين من التاريخ المصري. يضم المتحف أكثر من 50,000 قطعة أثرية تغطي مختلف العصور من ما قبل التاريخ وحتى التاريخ المعاصر، مقدما تجربة فريدة تسلط الضوء على إنجازات الإنسان المصري عبر الزمن. رحلة عبر عصور مصر المختلفة. يتميز المتحف بعرض شامل للحضارة المصرية من خلال نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية، تحف فنية وقطع أثرية تعود إلى العصر الحجري، الفرعوني، اليوناني، الروماني، القبطي، الإسلامي، وحتى العصر الحديث. ويقع المتحف في موقع استثنائي يطل على بحيرة عين السيرة، كما يضم مخازن متطورة لحفظ الآثار بأحدث التقنيات لضمان الحفاظ على هذا التراث العريق. المتحف من نوعه في العالم العربي. يعد المتحف القومي للحضارة المصرية الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، حيث يوفر تجربة غنية لزواره تمكنهم من استكشاف تطور الحضارات المصرية على مدار الآلاف السنين. يحتوي المتحف على مساحات عرض شاسعة تشمل قاعة العرض المركزي التي افتتحت عام 2021 وشهدت استقبال 22 مومياء ملكية نقلت في موكب المومياوات المهيب من المتحف المصري بالتحرير. قاعة النسيج المصري التي افتتحت عام 2022 وتعرض تطور صناعة النسيج منذ العصور القديمة. قاعة المومياوات الملكية، حيث تعرض المومياوات في بيئة تحاكي ظروفها الأصلية مع تقنيات عرض متطورة تحافظ عليها الأجيال القادمة. مركز ثقافي وعلمي عالمي. إلى جانب كونهم متحفا أثريا، يعد المتحف مركزا ثقافيا وتعليميا، حيث يضم مساحات للمعارض المؤقتة التي تستضيف فعاليات فنية وأثرية متنوعة. قاعة أبحاث وتعليم توفر مصادر علمية للباحثين والطلاب. مركز بحثي لترميم الآثار والمواد القادمة، يعني بدراسة وصيانة للموروث الثقافي. مدرسة الحضارة المصرية التي أطلقت في سبتمبر عام 2022 بهدف تعزيز الوعي السياحي والأثري بين المصريين وتعريف الأجانب بالحضارة المصرية، بوابة إلى الماضي ونقطة انطلاق نحو المستقبل. لا يقتصر دور المتحف على حفظ وعرض الآثار، بل يعتبر منصة للحوار والنقاش، حيث يستضيف مؤتمرات، محاضرات، وعروض أفلام حول التراث والتاريخ المصري، كما يوفر مساحات ترفيهية وتجارية لخدمة الزوار، مما يجعله وجهة سياحية وثقافية متكاملة.